مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. معلش هيبقى فيديو طويل شوية، عندنا أخبار مهمة جدا تخص النادي الأهلي. عندنا أخبار طبعا توابع فضيحة خروج الزمالك من الكونفدرالية، وأخبار كتير جدا هنتكلم فيها بالتفصيل. ولكن أنا بس عايز اللي يعرف الشخص اللي أنا هسمعكم صوته وأوريكم شكله ده دلوقتي، يا ريت يعني يبلغوا الرسالة دي. لازم لما تكون راجل وقد كلامك لازم تنفذه. يعني عشان تكون راجل ويبقى اسمك راجل وفي البطاقة مكتوب كلمة ذكر، لازم لما تقول كلمة تبقى قدها وتنفذها. الشخص ده ما سابش اي مكان، لا في افريقيا ولا في الوطن العربي ولا في النجوع حتى، الا لما راح يقنعهم ان الزمالك نادي القرن، الزمالك بطل القاره وهو بيلعب كونفدراليه. يعني الزمالك هو بطل القاره وهو بيلعب كونفدراليه، بيقنعهم بالكلام ده. يعني لو بيكلم ناس في مستشفى المجانين، الناس ديت يعني هتقول له لا تعليق. انت بتلعب كونفدراليه وبطل ازاي؟ يعني معروف مين بطل القاره ده بيلعب فين، والكونفدراليه ده بيلعب فين. ما سابش واحد الا لما اقنعه بالكلام ده، ويقعد يتكلم معاهم ويقعد صرصره وكلام ملوش اي 30 لازمه. ولكن شوف كم مره اقسم بالله، ده طبعا فيديو واحد، ده هو له فيديوهات كتيره، هو اسمه خلف او خلاف الله اعلم والله. بس انا هسمعك هو قال ايه، ويا ريت لو حد يعرفه يبلغه ان هو فين المسرح اللي هيطلع عليه علشان نروح نحجز التذاكر. وان انت لازم تنافس كلامك عشان نقدر نقول عليك راجل، قبل ما نقول عليك زملكاوي نقول عليك راجل. تمام؟ اسمع. مفاجأة بقى. موجودة عليه اليوم اللي النادي هيعلن فيه تجديد زيزو. ابو سيسي نعمل حفلة مسرح لمدة شهر والتذاكر مجانا. وكل اسمعوني بس، كل واحد سواء سوشيال ميديا او عامل نفسه اعلامي او عامل نفسه صحفي لعب بمشاعر جمهور الزمالك وعايشهم في قلق وفي كده، وقال انه رسمي وقع للاهلي ومش عارف ايه وقبض ايه وعمل ايه، هيطلعوا على المسرح. طيب ما تنساش تقول لنا على المسرح ومواعيده، سواء سواريه ولا ماتينيه ولا فتره صباحيه، علشان برضو ايه نقدر نساهم ونحجز التذاكر عشان ما نخسركش اكتر من اللي انت خسرته. كفايه عليك كده. بس يا ريت اللي يعرفوا يبلغوا الكلمتين دول بس يا جماعه، لان الراجل ده اقسم كتير جدا. هو يا اما جاهل ما يعرفش معنى القسم ده ايه، ان هو لازم يصوم عن كل قسم 3 ايام، او اذا كان حلف في فيديوهات تانية إيه بالطلاق ولا حاجه، يبقى الست اللي عايشه معاه ديت يعتبر مش على ذمته دلوقتي. نروح لاخبارنا. تهديد ابو ايمن، تهديد الاستاذ ممدوح عباس للنادي الاهلي ووعيده بالانتقام في صفقه الغدر. يا استاذ ممدوح، انت اللي غيرت الصفقه دي من نادي الزمالك. والله انا مش عارف عايز اقنعك ازاي ان انت، يعني انا قربت اصدق الكلام اللي بيقولوا انت اهلاوي. والله من اللي انت بتعمله ده انا قربت اصدق ان انت اهلاوي. اصل ما فيش واحد يعمل اللي انت عملته مع نجم فريقه الاوحد ويطلع يقول عليك الكلام ده، ويطلع دلوقتي يقول لك صفقه الغدر وهرد بصفقتين وصفقتين من جوه النادي الاهلي. يا عم قول لنا انت عايز مين، واحنا والله لحد عندك نوصلهم لك، لحد عندك نوصلهم لك وانت قاعد ما تكلفش نفسك خالص. قول لنا بس كابتن ميدو كان عايز مين وبيتفاوض مع مين، اللاعبين اللي هو رامي وياسر. يعني انت عايز رامي ربيعه وياسر ابراهيم يا باشا، والله احنا لحد باب بيتك. بس الناس دي ما قالتش موقفها ولا قالت ولا اتكلمت معاك في حاجه. واذا كانوا قعدوا معاك وقالوا لك احنا موافقين نوقع للزمالك، ما يلزموناش باي حال من الاحوال. كابتن الفريق وكل حاجه على عيني وراسي واكتر، يعني هو واخد بطوله افريقيا اكتر منك، ما عنديش مشكله. يعني انت لو خدت رامي زائد البطولات اللي عندك هتبقى فرق بينك وبين الاهلي بطوله. يعني الامور بتقرب. فنصيحه، لو داخل في رامي خش جامد وجمد قلبك وخد رامي، او احنا نوصله لك لحد عندك، ما عندناش مشكله. لان اللاعب مجرد انه تفاوض معاك ما يلزمناش، نقطه ومن اول السطر. ده كان كلام وتهديد الاستاذ ممدوح عباس. تاني حاجه، ميدو بلغ الونش رسميا. شوف مصلحتك، الونش كان طلب وكيله كان طلب ان هو ياخد 90 مليون جنيه في موسمين، كل موسم 45 مليون. واداهم اخر 24 ساعه للرد عليه. ولكن قبل ما يرد قبل ما الوكيل ينتظر منهم الرد، كابتن ميدو بلغ الونش بعد ما عرف بقى وتاكد رسميا ان هو وقع للنادي الاهلي وخلاص
خد التأشيرة الأمريكية على جوازه، قال له توكل على الله شوف مصلحتك، توكل على الله شوف مصلحتك. ده كلام نصا قال له كده. طيب نروح للموضوع الثالث معانا النهارده، وهو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد يرفض تمديد عقده، مش تجديده، لا تمديده. حسام مرتبط بعقد بيتهيألي الموسم الجاي هيكون نهاية عقده، فهو رافض التمديد، رافض تمديد العقد، رافض تمديد العقد مش تجديده، تمديده وليس تجديده. طبعا هيكون في مراعاة وترضية كبيرة لحسام عبد المجيد خوفا من ان هو ينتقل للنادي الاهلي، ولكن برضه حابب اطمنك مهما تراضيه انا لو عايزه هاخده، انا لو عايزه هاخده. كنت زمان بتتريق وتقول الاهلي بيفضل الاسماعيلي من نجومه، وان معظم بطولات الاهلي كانت باقدام لعيبه الاسماعيلي. دلوقتي انت بقيت الاكاديميه الجديده بتاعت النادي الاهلي، الاكاديميه الجديده، علشان لما تقرر اللي انت تعمل للنادي الاهلي او تزعل النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي، انت عارف ايه اللي هيحصل لك. فيا ريت تلتزم الصمت وتقفل في بقك شويه الفتره الجايه، بلاش الكلام الكتير من كباتن اللي ما بيعرفوش يتكلموا، اللي بيبيعوك مع اول مطب بيبيعوك. فين كابتن ميدو؟ فين شيكات ميدو؟ لا تعليق. مصطفى محمد، اقتراب مصطفى محمد من النادي الاهلي اقرب من اي وقت مضى. مصطفى محمد خلاص، يعني تقدر تقول خلاص لما زيزو رسميا بقى في الاهلي، مصطفى محمد قال لك خلاص يعني نجم الفريق، والراجل اللي رايح انتقال مباشر من نادي الزمالك للنادي الاهلي. على الاقل انا بره مش هتبقى بنفس يعني الزعل من جمهور الزمالك مش هيبقى على قد الزعل بتاع زيزو. زيزو راجل انتقل من الاهلي للزمالك مباشره، على الاقل انا بره وبتفاوض، بس الطلبات يعني ايه مبالغ فيها، وبيحاول النادي الاهلي ان هو يقربوا الدنيا شويه، اخر خبر معانا النهارده هو لجنه التظلمات وقرار لجنه التظلمات الاستئناف اللي كان مقدم من انديه الزمالك وبيراميدز. طبعا اللجنه قالت لك احنا هنرد وهيكون في مفاجآت في الرد، ما اعتقدش هيكون في اعاده للمباراه. توقعي ان مش هيكون في اعاده للمباراه، توقعي ان هتتثبت العقوبات اللي هي المخفضه دي، خصم نقاط المباراه اوكي، ولكن ما فيش خصم 3 نقاط. انما استبعد اعاده المباراه. خلصت اخبارنا، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.